تصور. اه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا حبايبي، ده مش رش مبيد ولا حاجه، دي ميه. دي ميه، بصوا بقى. ميه. الميه ديت انا برشها دلوقتي عشان الجو حر. برشها على الورق ده عشان ما يتبلش، يعني انت عارف ان الفلفل الاحمر ده حساس، حساس جامد يعني. فانا بطلع كل يوم كده ايه، مره الظهريه ومره احنا حاليا الساعه 5 ونص او 6. فانا بضطر ارش رش عشان ايه، يعني اديله فريش كده شويه. دي ميه مش مبيد، لان لو هزرع على سطحي وهعمل مبيد يبقى بلاش. انا بزرع زراعه لا فيها كيماوي ولا فيها مبيدات بحيث تاكل منها انا واولادي. وحاليا في الفيديو دوت عشان برجع اصور لكم حاجه مش هصور لكم نفسي. في 3 خطوات هنعملوها. هنبتدي نوريك الثمار شكلها ايه، دلوقتي ابتدت تنضج اهيت، وهنجمع منها جمعه كويسه. والخطوه اللي بعدها هنوريكم ازاي بنحط التربه اللي هنزرع منها شتلات، لان انت سالت في موضوع الشتلات ده. مجهزها هنا اهيت، روح كده يا زبده بالتصوير. ادي التربه قدام منكم هنا اهي، والكباب اللي هنزرع فيها، وادي الفلفل الاصفر اللي انا شاريه، اللي انا هفتحه دلوقتي وهطلع لكم منه التجاوي، وهزرع التجاوي في نفس الوقت. ده شاريه، ده مش من عندي، انا شاري ده، شاريه النهارده والله. لان في اخت سالتني الله يبارك فيها، عايزه تعرف بتزرعه ازاي وازاي يطرح عندها. فانا اشتريت دول النهارده بعد الصلاه بعد الجمعه، وهنفتحهم دلوقتي وهنزرع لكم منهم الشتله. واشتريت لكم النب ده اللي هو العباد، هنزرعه قدام منكم دلوقتي هتشوفوه في الكباب دي. الكباب اللي هي دي، كباب الشاي والكباب اللي هي بتاعت الميه دي. بس دلوقتي في الوقت الحالي قبل ما نبهدل ايدي في ودي تربه اسمها بطمس انا عاملها على ايديا. دي سبلة ارانب خفيفه على ورق شجر زي ده كده، ورق شجر، كل ده اوراق شجر خلاص. اما النباتات اللي ظاهره فيه ديت البذور اللي وقع من الشجر اللي انا لمه من تحت منها. خلاص هيبقى عند التربه دي وتربه الطمي اللي انا قلت لكم عليها قبل كده دي. ففي الوقت الحالي هنبتدي نجمع ونوريكم، وبعد كده نرجع نزرع الشتله نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. طبعا اللون الأحمر اللي شايفينه ده أنا سبته لما ينضج كده، نضج خلاص. طاب دي شطة حامية، ديت أم زياد عندي، أم البشمهندس زياد عندي. أنا مش من رجي في ابنه الحاجة، هو فعلا كلية هندسة بأمانة. الله يبارك لكم في أولادكم وفيه يا رب. ده قالت أنا عايزين أعملها هريسة، مش هريسة حلوة، هريسة يا جماعة الستات البيت عارفة، هريسة يعني هريسة شطة هرسنها حتى مع الصلصة في الطبيخ وكده. احنا بنحاول نقص بالمقص مع ان المقص مش هيسعفني. عايز اجرب كده من غير مقص. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. صعبان عليا اختي اللي بتقول لي نفسي نشوف في القرن دي، والله الزراعه سهله جدا مش صعبه يعني. انا بس زي ما قلت لك انا توفري، هقول لك ازاي التربه دلوقتي توفري لها التربه الجيده، وازاي نسبه الشمس تكون مش عموديه. يعني احنا لو بصينا بس معلش واحنا بنجمع كده بصه صغيره كده فوق، انا عامل لكم تنده هنا اهيت للظل للفلفل الاحمر والشطه، لان انا مش عايز شمس حاميه جوه على السطح. ماشي يا زده، خليك بقى معايا يابا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا عمار امسك معايا كده، وانا هجص انا. تعالى يابا. بسم الله ما شاء الله. احنا بنجمع الحمراء بس انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الشطه الله اكبر عليها. تعالى كده يا عموره، اسبق مشي يا عموره مشي. الاحمر بس اللي هو طاب زي ما انتم شايفين اهيت، وهي مجربه تطلع تحمر الاخرى اهي. هنا اهي بسم الله ما شاء الله. هنا اهي جرب كده عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد.
في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك للجميع يا رب، الله يبارك للجميع اخواتي في كل مكان. والله هنطور لكم اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. واللي عايز حاجه انا تحت امره. في سؤال على الواتس عندكم الرقم الخاص، الواتس الخاص، وعلى العام اللي انتوا عايزينه تحت امركم فيه. زي ما انتم شايفين الشجره بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، الله اكبر عليها. تعالى هنا كده زد معايا هنا كده، بسم الله ما شاء الله. وانتوا بتجمعوا لما ربنا يكرمكم باذن الله. ما تاخدوش الموضوع صعب، ده سهل جد، سهل والله، سهل جدا يعني. ما بقول لك لما تيجي تجمع عندك فانت بتقول لي ممكن تقول يا شيخنا وانا عارف بس ازرع عشان تقول لي اجمع، والله هتزرع وهتجمع وهتبقى فرحان وهتبقى مبسوط، لان دي غيه جميله وفي بيتك. انا حاولت ما نجمعهاش وهي خضراء، مع ان اولادي بيحبوا ياكلوها حاميه خضراء، زياد وعمار، بس امهم طبعا لها معزه عندنا طبعا، قالت انا عايز اعملها اطبخها واعملها هريسه. ودي تجاوي خليك فاكر عموره شايلها انا، تجاوي بطيخ على تجاوي شهر. ماشي. في شين احمر تاني كل ده بسم الله ما شاء الله. اهو شوفوا معايا في التصوير يقولون الشطه زي ما انتم شايفينها اهي اهي، ديت قدام منكم اهي، شوف حمرا طيبه ماشي اهي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. يا سيدي ماشي. هو لسه شويه صغير. طبعا احنا جمعنا هنا الشطه اللي هي ايه اللي هتعمل هريسه. خليكم معايا برضه، هنصور لكم هنا ايه الفلفل بسم الله، او خليك عشان الزنج بتاع عمر، خليك انت وجابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول ده ناخده نعمله على السلطه، اللي هو الاخضر ده، اللي هو ده ماشي. تعالى هنا كده بسم الله ما شاء الله. شايفين اهوت حطب اللون الاحمر اهو، ده خلاص دخل على الحمار اهوت على الطيبان، وده واللي ورا الاخضر ده اهو زي ما قلت لكم. الشهر دي بسم الله ما شاء الله شايله 6 3 اهو 6. ناخده احنا بقى ده الاحمر اللي هو ده اهو، وده احمر اهوت. طبعا الجرون الحمراء ما نكتفوهاش الا لما تحمر. 1 2 التالت اهو، 1 2 3 الشجره فيها 3، والاولانيه كان فيها 6 وديت فيها 2 اهو. كبرهم اللي وريتهم لكم المره اللي عدت، كبرهم ولما يحمر هعمل لكم فيديو عليه. وده رخر اهي اهي، ادي 1 2 3 بسم الله ما شاء الله عليه. في حاجه هنا ثانيه لسه عندي دولت كده، جرب كده يا باشمهندس زياد. دي لسه الجرنه، الجرون اللي هي صغيره ولسه البراعه ما هيت زي ما انتم شايفين اهي. النوار هيطلع ويعمل براعه زي النواره دي، صوبع راح على هناك اهيت. ايوه الله ينور عليك يا باشمهندس. وده فلفل بلدي، ده بلدي ده، وهو وده ده فلفل بلدي. واللي انت ماشي هناك ده يا باشمهندس زياد روح صوره كده برضه شطه بلدي. ده الوان اللي فوق، اللي فوق هو البلد هناك هنا طرحه طرحه قدام هناك اهو. يعني بصوا هنا كده تصوير من فوق كده يا باشمهندس. بص يا اختي، انت سالتيني في اخت غاليه عندي سالتني على النوار بيوجع او بقالها سنه ما بتعملش. النوار شوفوا النواره دي ما بتوجعش اهي، هنشيلها بسرعه اهي
اهي، مش هنشيلها بصبع اهي، شلتها لكم. دي تحت منها الثمره. طب ايه اللي خلى دي في ثمره وعندك ما عندكش ثمره؟ زي ما قلت لك في التعليق، يا ري كتير، يا عطش كتير، يا ما فيش تلقيح، ما فيش نحل. فلابد يكون المكان مطلوب كده هواء، يكون فيه نحله. والظل اللي انت شايفاه ده اللي هو في السقف ده، في نسبه تهويه، يديني شمس خفيفه. يعني أنا لو لاحظت كده، في هنا مفتوح هنا اهوت مكان من ناحيه الغرب، يديني اهو، يديني شمس، وهي شمس مروحه. الظهيره فوق في ظل، هنا في شمس خفيفه بتاخد لها بتاع ايه، يعني من ساعه لساعه وربع. ومن هنا فتحه خفيفه هي تريح شخشخه السلم، برضه نفس الفكره. تعال هنا كده يا باشمهندس زياد، شايفين اللون ابتدى يحمر ازاي؟ سبحان الله. يعني اللون الاحمر ابتدى يخش على الخضار اهوت. ماشي، وانتوا هنا شايفين اهوت، بسم الله ما شاء الله. عارف هو واحد شجره واحده اهي، شجرتين لان عندي اخ الباشمهندس محمد عبد القادر بيسالني، بيقول لي انا عندي الشجره، الجرك اللي انا زرع فيه واحد عطوري طويل كده، بينباع من اللي بينباع دول، القصيص من اللي بيتباع. في 3 شتلات منورين وبرده مش عايزين يعملهم. العيب في القصيص، قلت له لا، العيب في التربه اللي عندك، انت كاتمه وحطه جوه في البلكونه من تحت، ده يطلع على سور البلكونه طالما فلفل بلدي. هنا النخل، انسان الباشمهندس زياد ابني معاه الباشمهندس احمد، اسمه الباشمهندس محمد العلوي، بينزرع ازاي وبيطرح ولا لا. وفي برضه هنا تعليق، النخل بيطرح ولا لا. النخل ده حبايبي النخل البرحي اللي الكيلو ب 70 جنيه. عارفين انتوا النخل البرحي، البلحه الصفراء اللي شبه البلح السماني ده؟ عندنا في مصر في بلح بنسموه سماني، ما اعرفش عندكم اسمه ايه، بلح اصفر. لا، البلح اللي هي النجايه بتاعته، شايفين النجايه؟ دي خلاص النجايه اهي، بعد ما خلاص طلعت الجنين اللي فيها وطلعت نخل. انا كنت زارع النخل ده في كبابي زي اللي هزرعها حضرتك. لما كبر، يعني ده من السنه اللي عدت، نقلته هنا، وبعد كده هنقله بعد كده في الشتاء. تعالوا هنا معايا كده، دي عنبه كنت زارعها في حبايه. انتوا عارفين العنب الكبير اللي فيه بذر ده، فيه تجاوب من جوه، دي حبايه بذره قد كده، هي دي الشجره، زرعتها وحافظت عليها بس. ودي نخله زغلول، دي برضه نخله ديت هننجلها في الارض بس انا زارعها هنا في البرميل. دي كانت نوى برضه. تعالى كده يا باشمهندس زياد، بسم الله الرحمن الرحيم. دي شتله، ده بطيخ من اللي انا هزرعه دلوقتي لاخواتي اللي بيسالوني على الشتل، وبنفس التربه اللي انا مصنعها، البطمس، اللي هو عباره عن ورق شجر بشويه سمات خفاف من بتاع الارانب او اي طيور، وبزرعها وبنعطشها. لو لاحظتوا ان يعني ازاي، جرب كده يا باشمهندس، شوف عامله ازاي، ناشفه، هي مرطبه من تحت بس، لان البطيخ بيحب العطش. ماشي. وطبعا اللي طالع معايا ده جاي من تحت الشجر ورق، فبيبقى فيه بذر من الشجر زي ما انتم شايفين. دي انا مش عايزه اصلا، يعني الشجره الصغيره اللي شايفينها دي ودي هي نفس الشجره دي طلعت عندك. عمار ابني قال لي سيبها يا بابا وعايز صفحان بيها، سبتها له. هي دي يعني الباشمهندس محمد اللي هو يرقص المهندس زياد ابني محمد العلوي، العدوي محمد العدوي. لو عايز من ده يا باشمهندس محمد تزرعه في رحله مفرخه الفراخ اللي عندك، عندي منه كتير، هجيب لك شويه تجاوب هنا بيطلع، وشوف هقلعه ملوش لازمه عندي خلاص اديني جرحته. انا ما اسيبش بس غير الشتله دي البطيخ، وده جلحته ملوش لازمه خلاص شوف مال وفر الغزل البطيخ. ايوه، الله يرضى عليك. البطيخه طالعه، شوف بذره البطيخه، البذره دي البذر، دي اللبايه وادي اللبايه خلاص. ودي برضه نفس الفكره، هقلع الشجره، مع ان الشجر ده بينباع في المشتل، بينباع غالي الشجر ده، بنعمل منه صوار، ولكن ملوش لازمه عندي. هنا جرب كده زبده. طبعا في ناس بتقول انت بتدقق قوي يا شيخنا في التصوير، ويا جماعه في ناس بتحب تشوف الحاجات ديت ومن حقها علينا. دولت كانت كراتين فل بتاعت عندنا عروسه وكلام من ده. انا جبت الكراتين دي اللي هو السفنج ده فلفل. لاختك بتسالني على الجرجير والفد، ادي الفد وادي الجرجير، ادي فدل وجرجير. حتى الليفت ده اهي، دي لفتايه، دي لفتايه، لا فد ولا جرجير، تجاو لفت.
لفت الابعاد المخلل والجرجيره. ودي جرب كده يا باشمهندس، ده بطيخ احمر، بعد ما اكلته زي ما هنزرع لكم دلوقتي قدام منكم زرعته، ديت لبايه. ودي بطيخ برضه، لا دي مش بطيخ، دي شهد، انا اسف معلش، دي شهد من الاصفر احنا بناكلوه. وده بطيخه برضه من اللي هي بقول لكم عليها كبر ده. طب انا مغطاها بالناموسيه ليه؟ عشان العصفر بياكل الحاجات دي، لكن ما بياكلش ورق الفلفل، بنغطيها كده زي ما انتم شايفين كده. ماشي، تعالى كده يا باشمهندس. بص كده يا باشمهندس زياد، ده بطيخ اهوت، هنبتدي نخل بقى منه. هقلع دي ونقلع دي، اسيب اللي ايه، اسيب المحمله الكويسه، اسيب 2 على جنب، وبعد شويه برضه ما يجمدوا هقلع منهم واحده. بص كده يا باشمهندس، هنا برضه بطيخ مزروع معاه في نفس اليوم، بس هنا كانت التربه كاتمه عليه شويه، التربه ناشفه عليه خلاص. ده بطيخ وده بطيخ برضه، وزارع هنا بطيخ بس ما طلعش، هزرعه دلوقتي. هننقل شتله من اللي هي هنا دي، هننقل شتله من اللي نازرعها دي هنحطها هنا، ويوم ما هنقلع وننقل هنوريكم برضه خلاص. تعالى كده يا باشمهندس، هات يا عمار الصينيه عشان نجمعوا لي ايه شويه طماطم هناك ونجهزه للزراعه، نجهزه للبني والزراعه. تعالى كده يا باشمهندس زياد، تعالى يا عمار. دي انا بنحاول نخليها الجامعه على خير والله، عشان عايز ازرع في البني واستغله بقى. تعالى كده يا عموره، جرب انت معايا هنا يا عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. جرب يا عموره كده، جرب يا الزول ده كده. هنا شطه حمراء اهيت برضه، تزرعها مع الطماطم هنا. جرب كده بدك، بسم الله ما شاء الله. دي تعتبر رابع جامعه، فاحنا كنا عايزين ايه نجلعوها بقى عشان نزرعوا غيرها. كده عموره، خش كده بشويه زياده هنا. خلاص عايزين بقى ايه اللي هي خلاص الزراعه ما عادش فيها، نجلعوها بقى بالمره عشان هنزرعه دلوقتي في البني ده عباد. خلاص كده مش مشكله. يلا مش مشكله، خد عمال تنشل دي وكلوا في حته عشان نزرعه بقى ايه اللي هو العباد ده، لب العباد بتاع اللي هو دوار الخد ده، طالع اخضر ده حطه انا قطعه كده وتحطه البيت زي ما انتم شايفين معايا كده اهو. تربه مفروله حلوه ازاي انا بحاول اقطع الجذور دي على قد ما اقدر يعني، احطها في تربه تاني. والحاجات دي هنكمرها، هنقطعها حتت وهنكمرها في شكاره بلاستيك، ونحط عليها شويه سماد خفاف من بتوع الطيور، ونرش رشه ميه خفيفه ونحطها في الشمس، وعليها شويه تمر هتحلل وهتبقى بطمس.
ونرجعها تاني للتربه. خلاص. خد يا عمار، جمع انت الفتره دي تحطها بقطع حتت وتحطها للفراخ. خليكم معايا كده. بصوا السفنج اللي بقول لكم عليه هو لابد يكون معايا في التربه عشان يدي تهويه للتربه. خلاص يا رجالتنا ويا ستاتنا ويا اخواتنا وحبايبنا. دي طبعا هنزرع فيها عباد فالهواء بيجي من بحر كده، فبعمل ازاي بقى؟ هنعمله كده. هات المصري كده عمره، المصري كده ندور عليه بسرعه. خدوا بالكم برضو ديت نخل برحي. النخل البرحي ده نخل غالي، خلي بالكم ده الكيلو ب 70 جنيه، نشتروه ب 70 جنيه والله مصري. البرحي ده يعتبر اللي هو يعتبر زيه زي نخل برحة المدينة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فنفس الطعم ونفس الحجم كده. شايفين انا بعمل ازاي؟ ليه بيبقى كده؟ عشان ايه اللي هيسند الطعم اللي بقول لكم عليه. هو ده اللي دايما بقول لكم عليه، ده اهم حاجه في التربه عندنا. وفي فيديو عندكم قلت لكم عليه كذا مره وبقول لكم تاني عشان لو ما حدش سامعه لسه بيسمعنا اول مره يخش يشوفه. انا بنجيب الطمي منين؟ من على الميه، من على شط الترع وكلام من ده. وزي ما فهمتكم قبل كده ده بيجي من عن طريق هضبه الحبشه من اثيوبيا، بيجي عايم مع الميه، اسمه طمي، بيجي مع كله معادن من الجبال. فبيجي بيرسي هنا على الجناب بتاعت الترعه. يجي الفحار، في مناطق مسمينه فحار واحنا عندنا مسمينه كراكه، بيفحر يشيل العفش والتراب ويحطه على جنب، فبينشف. اروح انا اخد منه الطمي اللي انتوا شايفينه. شوف طمي شكله ده لو تربه سمراء عمرها ما هتعمل كده. عباره هتحس ان يعني حاجه حرير وكلها غذاء. حتى شفت الوجوجعه دي اللي بتبقى في الميه من تحت في الترع. جوجعه عشان اعرف ان هي جايه من الترعه مش من الارض السمراء. ده كله غذاء. انا عملت دلوقتي ايه؟ خط اهو والخط التاني ده جلبيه وده جلبيه. هنزرع هنا الدوار. هوقف كده يا زود بقى، نستاذنكم بس نوقف كده عشان ما اخش عليكم. معلش بقى انا عايز اقول لكم حاجه. دهيت شهدايه وعشان المصداقيه. بص لي كده يا زود، دي كانت مزروعه في البرميل. انا لسه جالحها النهارده بالمسطرين ده من الجدر وجبتها وزرعتها وروتها. ليه نقلتها من البرميل؟ شفت العصفر عامل فيها ايه؟ لقيته بياكلها لدرجه انه كل السباجه بتاعتها اللي هو البرعم الاولاني اللي بخليها تمشي. دي شجره شهد كبيره كنت زرعها في البرميل بس الحمد لله يعني تعافت برضه. حطيت عليها الناموسيه دي تظل عليها شويه. ما احنا من مره بنمص كده بسم الله ما شاء الله عشان عايزين نجيب على الشجر الاخرى لان دي اخر جامعه اهي. حتى لقينا برضه ايه مش عارفين ايه اللي كلها هنا. دي برضه اهي عصفر برضه ولا لا؟ دي سليمه اهي ماشي. بس فيها يعني طماطمتين كمان ولا حاجه نسيبوها ايه حرام نقلعوها. خلاص سيبني بس نقلعها دي. وخليه يتمدد عليها كده تمام كده. خد عمك خلي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى نغطيها كده عشان برضه انا عايز ازرع معاها هنا عندي هسه اهيت دوار برضه بس كده. انا بنعمل بالمصرية حبه دولت ليه؟ علشان الجدر يلاقي حاجه يخش عليه ما يلاقيش الارض ثابته من تحت منه. وهنرجع نغطي كده لما نيجي نزرع كده. زياد السلام عليكم.
بصوا زي ما قلت لكم حبايبي، احنا اشترينا ده النهارده زي ما قلت لكم في اول الفيديو. هنفتحوها دلوقتي عشان ناخدوا من التجاوب بتاعتها ونزرعوها. هنسمي الله اهو زي ما انتم شايفين كده. جبتيش طبق معاك يا عموره؟ الله يسامحك يا عموره. التجاوب زي ما انتم شايفينها اللي هنزرعها. شايفين التجاوب؟ انا مطلعها من هنا. هي دي التجاوب، وتجاوب صحيحه مليانه يعني محمله. يعني لو عندك كوبايه فيها ميه وحطيت التجاوب كده غطست في الميه، التجاوب دي سليمه. عامت لا ما تزرعهاش. زي تجاوب البطيخ كده، لما بتيجي تاكل البطيخه اللي لقيت البذره سمراء ازرعها. البذره نصها اسمر ونصها ابيض ما تزرعهاش، ما طابتش. حتى لو البطيخه حلوه قدام منك هتبقى واخده هرمونات وعشان كده طابت بدري. طبعا ده هينعمل بقى ايه؟ البشمهندس زياد ينزله لوالدته تعملوا لنا سلطه، طبق سلطه حلو كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. خد يا عمرو. طبعا زي ما قلت لكم ده انا ايه شاريه، الاصفر ده انا شاريه عشان المصداقيه نكونوا ايه مع بعض ايه اخوات يعني. خد يا عمرو. تعالى هنا بقى بصوا كده، ده البطيخ اللي انا لسه جايبه النهارده يوم الجمعه. لقيت بطيخه حلوه زي ما قلت لكم انا، فرحت لامم اللب بتاعها في الغداء وحطيته على الدفتر ده وحطيته على البلكونه شويه لما نشف. وبعد ما نشف اهو لسه لازق حتى اهو. هنبتدي نزرعه دلوقتي فين؟ مع بالعلم ان في هنا انا جامع برده شويه قبل كده اهو اسمر اهو، اللي انا زرعه انتوا شفتوه من شويه ده الاسمر ده خلاص. وده شهد برده كان شهد اللي انتوا شفتوها اللي هي في ريحه الطماطم، هزرع برده دلوقتي منه. ده تجاوب شهد دي. وده بطيخه نفس البطيخه ونفس الراجل من عند نفس الراجل ونفس البطيخ نفس الزرعه اهي زارع منها. بس انا لسه جايب دي عشان نعرفها لكم ان برضه بتنزرع في نفس اليوم. الكلام ده من حوالي يعني النهارده الجمعه، النهارده كان في التاريخ يا زياد 11 النهارده 11/7 11/7/2025. النهارده الجمعه اشتريتها بعد الجمعه البطيخه دي. دلوقتي بقى ايه؟ بص يا باشمهندس زياد هندردج عشان هو ما يوجعش. كابز معايا كده. انتوا شايفين التربه اللي عليها دي؟ الشجر ده التجديد تجاوز الشجر مش عايزينها خلاص. دي التربه انا عاملها بطمس. دي بطمس كانت شويه سبله ارانب سماد طبيعي يعني راوس ارانب على حسب كل بلده وكل بلد وكل دوله ما بتنتج الروس ده او الورق حتى ورق الشجره. شايفين ده بيتحلل بنلمه انا من تحت الشجر والاغصان بتاعت الشجره. خدت بالكم؟ اللي هو لسه ما اتحللش ده طماطم اهيت هنحطها هنا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اوعوا تفكروا ان ده روس. لو ده روس مش هتطلع الزرعه هتبوظ هتملح. ده شويه روس يعني الحله دي بالجيركن ده شويه روس قد دول بس. انما الباقي اللي شايفينه ده ورق شجر اتحلل خلاص بقى بطمس. ورق شجر ورق الغصان دي كل اغصان اهي. انا تفكروا ده روس، لا ده يمكن نسبه 3% بالنسبه للموضوع ده اهو. كل ده ورق شجره. ده اللي ما اتحللش ده ورق. اللي حد فيكم يفكر يقول لك ايه ده كل ده سبخه. طب ما فعلا هتملح مش طالعه اصلا. حتى انتوا في بدايتكم شفتوها وانا بنعملها فيها النبته طالعه البذره بتاعت الشجره طالعه.
دلوقتي بنقلب عليها شويه طمي من اللي انا قلت لكم عليهم، اللي احنا جايبينهم على البحر ده. الباشمهندس زياد هراه شويه بالشاكوش كده، لان كان عباره عن كتل كبيره اهو. هنبتدي دلوقتي هنسمي الله ونزرع قدام منكم. هات لي يا عموره كده المقص عشان نفرم بيه الورق ده. شايفين الكوبايه دي؟ هنخرمها اهي خرمين كده، بحيث ان ايه تصفي الميه، لان الميه ري زياده يبوظ الزرعه. يا رب الفكره ديت بدل ما نخرم واحده واحده اهي. لا شايفين؟ الواحد برضه بيتعلم، ما اتعلمش من شويه يعني، مع الاستمراريه في كل حاجه حلوه. وادي البلاستيك هنخلوها برضه عشان تمسك نفسها اهي. لا بلاش من هنا، يبقى واحده واحده دي، يبقى البلاستيك عايز واحده بواحده. بلاش دي دلوقتي كده عشان كده ما يدورش عليكم اهي. بلاش من هنا خالص، طالما البلاستيك ماشي بالورق اهو. بخرمكم من الجناب وهي بس كده. الباشمهندس بقى عمار يتسلى في التخرام دي مع نفسه على ما نعبي انا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا بحاول كده عشان ما اطولش الفيديو عليكم اهو، بس والله كله مفيد يعني، كل دقيقه مفيده. انا كنت ممكن اوقف على ما نعبي، طب وليه؟ شوفوا انا معبيه ازاي برضه، عشان انا من سيب تهويه ما نكبسهاش، عشان نغطي بعد كده بشويه تانيين. بعد ما نحط البذره نعوز نغطيها، يبقى ما كبستهاش، يبقى ما عملتش حاجه من وراكم. من الالف للياء اهو، من اول البذره ان شاء الله للثمر، وهتطلع وهنعمل لكم فيديو ليها، وانا من انجلها هنعمل لكم فيديو ليها، حتى لو هنعمل لكم فيديو للنجل بس. طب انت هتسالني تقول لي طب انت ليه عامل برك شجر وطامي والكلام ده؟ بص يا باشمهندس وبص يا باشمهندس، دلوقتي انا لو بعمل بطامي صافي او رمله او تربه سمراء مش هنعرف نقلع الشتله، هتتقطع مني. ليه؟ لان الشتله بتبقى ضعيفه، الشتله ضعيفه، فدي بطمس. لو عملت كده اهو هتيجي مقلوبه معايا وطالعه معايا. تعالى كده يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي الله كده. طبعا دي كلها عينات لما نتصرف ونجيب لها جرادل عشان نزرعها، لان الجرادل عندي فيها فلفل وفيها شطه. انا دلوقتي هوريكم نزرع الدوار ازاي، اللي هو اللب ده احنا مسمينه لب سوري. لما بيطلع ويخضر، في ناس عندنا في مصر مسمينه عباد الشمس، وطبعا ده لفظ المفروض ما يصحش ينقال لنا حرام. مفيش اله ولا يعبد الا الله عز وجل، لا اله الا الله محمد رسول الله. عندنا نسميه دوار الشمس اللي هو اللب السوري، احنا مسمينه سوري هنا في مصر. كان عندنا لب زمان اسمه لب ابيض كده، معرفش ايه راح فين، اختفى. كنا بنبيعوه والله. ازرعها باي اتجاه، بوشها كده، ببطنها، على جنبها، مش هتفرق. انا هوقف دلوقتي من ده خلاص، هنوقف من ده دي عشان نزرع الفلفل بس مش اكتر، عشان الاخت اللي سالتنا على الفلفل. هات يا عمرو يلا. احنا هنحط في كل علبه 3، انا عندي تجاوب كتير اهي، بحيث نخلي منه
نقلع الضعيفه ونسيب الايه القويه. ماشي يا باشمهندس، زاد معايا كده. وممكن تزرع كذا واحده تقلعها لما تكبر، تقلعها ونجيلها. هات يا عمور يلا. ايه يا عمور برجلتنا ليه يا عمور؟ بلاش حبات فري، نزرعها فلفل. هات يا عمور بس كفايه واحده، مش عايز غير واحده. هي دي انت خرمتها بس يا عمور، وانا مش تاني. انا كنت خرمان. هنقول لك انا بالفرما بعدين. عبي يا عمور تعالى. عبي يلا يا عمور وانا هخرم بعدين، انت لما تكبر هنخرم. عبي لي يابا. ربنا يكرمك وعندك شتله كتير وزميلك عاوز راضي اديله، مش لازم تبيع يعني. هات يا عمور الجدع اديله. هنقول كفايه كده، كفايه فلفل اصفر. هات يا عموره كده عشان نزرع بطيخ ونزرع شهد. نزرع لكم الشهد اهو الاصفر ده بألف انا وشوفه لما يطلع للي ياكل. ان عشنا وربنا كرمنا كلنا، وان ما عشناش عينا ياكلوا ويدعوا لنا. كده كفايه شهد. حطوا بقى بطيخ. خدوا بالكم عشان ما نقولش ادي بذرتين بطيخ من اللي هي بتاعت بقالها اسبوع اهي. اهي 1 2 3 ماشي. وتعالى يا عم الحاج اهو. اهو معلش انا ساعات بوقف الفيديو، ساعات كده الحاجه بتطير مننا واحنا شغالين، فبنوقف 1 2 3 وممكن نخليهم 4. الضعيفه كده كده هنشيلها. هات يا عمور. انا مشغل عندي الباشمهندس زياد هو اللي بيصورني، ابني الكبير، والاستاذ عمار ربنا يبارك فيه ونجح اولادكم كلكم اللي هو الصغير. قاعد التصوير عمار خليه يزود داخل كده. هات يا عمار. بصوا البذره السمراء، انتوا عارفين البذره اللي زي دي بلاش، اللي فيها حته بيش دي اهي في التصوير مجربها لكم اهي. ما تزرعوهاش. انا عايز اللي هي دي. بصوا شايفين معايا السمره دي كلها لون واحد. السمره دي كلها لون واحد. خلاص خلاص كده يا عموره. طيب هنوقف كده، خليكم برضو معايا. بسم الله. حياة خفيفه على الوش كده. شفتوا التربه خفيفه ازاي اللي انا بقول لكم عليها؟ تربه خفيفه خالص، بحيث ان البذره تقدر اللي هي اللبايه بمعنى صح، على راي حفيدتي انا تقول لك لبه اهي، تقدر تطلع تزج القشره وتطلع. يا رب بس يكون ايه دمنا خفيف عليكم، ويكون الفيديو ايه نال اعجابكم يعني. بصوا يا حبايبي حياة خفيفه كده. جرب يا زود كده، هنحط على الجراب من الكوبايه كده. نجرب. اه طبعا ما تسالنيش ان التجاوز دي تتجعل عليها تراب ياما ليه وسبتها ليه. انا مش محتاجها خلاص، انا خلاص كده مش محتاجها.
انا محتاجها دلوقتي ولا على فكره هو المفروض ان الفلفل بينزرع في شهر اخر 2 في اول 3 تزرعه كشتله، وبعد كده تاخده تنجله المشاتل كلها كده، وهو اصلا طبيعته كده. طب انت بتزرعه ليه دلوقتي واحنا في شهر 7؟ هو عامه بيحب الحر، هيطلع هرجده له السنه الجايه كشتله وهزرعه وهسيبه. بس انا بزرعه في 7 ليه؟ لان في اخت سالتني انا الشتله زرعتها اللي طلعت واللي طلعت نور وما عملتش، فانا هزرعها لها من البدايه من البذره اهو زي ما قلت لكم لحد الثمره بمشيئه الرحمن. انا ما بتكش عليها، ما بجبسهاش، انا بس بننزل التربه بالراحه بحنيه بحيث ان انا لما نروي نلاقي مساحه للري. اه اه كده تمام. وقف، هنستاذنكم. بص لي كده، هنستاذنكم بس هنوقف الفيديو شويه على ما نحط لكم الكباب دي في صينيه وهنرويها ونوريها لكم دلوقتي. اي رف عندكم، اي صينيه يكش حتى تكون صينيه اكل مفيش مشاكل خالص، كروانه بلاستيك زي دي. بس انا صراحه بقى بخاف من المدام تزعل مني، فبعمل بالمتاح عندي. وبعدين اولادي بيضحكوا، ما تخافش لهم يا رجاله، اكيد لما تتجوزوا هتخافوا. اكيد. انا مش عايز اي ست محترمه تسمع الكلمتين دولت تزعل زوجها. انا عندي ست والله بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه، خلي بالكم يعني احنا منظم، دي عارفه كده كويس ولا نقدر نستغنوا عنهم. احنا خلصنا دول كده، صور التجاوز يا زياد، هنرصها زي ما انتم شايفين كده في حته فيها شمس اهي، وهنغطيها في زميلتها كده. يعني انا هننجز دي كده وهنخش بقى كده اهو، نرجع لزميلتها كده مع بعضين وهنروي وبعد كده نغطيه. هات لي كوزميه عموره كده من البتاع دي، هات البخاخ. بس انا كنت عايز اروي بالكوز عشان لو في جماعه اخواتنا ما عندهمش بخاخ، هو كله عنده بخاخه زينا. طب ما عندكمش بخاخه زي دي، بكوز او دورك فيه ميه كده وتنزل عليها ميه بالراحه، او جزازه كاكولا وتمسك الغطا بتاعها تخرمه بمسمار كام خرم كده زي نظام مصفى وتنزل عليها بالراحه. ماشي يا حبايبي، انا هروي الليل العطشانه دي برده كده ريه خفيفه كده. ودولت الثلاثه دولت فيهم بلح نخل. هنغطيها زي ما انتم شايفين كده. مفيش مشكله، معلش اهم. كده انا غطيتها من الوصفه عشان ما اكلهاش، وهنغطي دول برضه كده، هنجيبوا لها واحده دلوقتي نجيبها لوحدها. تعالى كده بقى زياد عشان يزرعوا لكم في العلبه الكبيره دي اللي لسه عاملها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العلبه ديت؟ العلبه دي سفنج بتاعت اطقم شربات وكلام من ده، كانت مرميه في ريح جيراننا هنا عاملين فرح عروسه وعفشاه فجبناها العلب مكان الكاسات اهي موجوده، فانا جبتها وزي ما انتم شايفين كده
حاولت ان عشان الدوران ده والميه ما تكبش والتراب، فجبت دباغ بلاستيك اهوت. وفي ممكن تجيب من عند اي حد، يعني لو عطرت في حاجه زي دي فبر من ده، من اللي بيبقى عندي بتاع الالمونتال جزاجيس. وجبت القطر كده وجيت عامله كده، خدوا بالكم معايا، وجيت نازل بيه كده، نزلت بيه كده ونزلت بيه كده وكده وهكذا، ودي وكده وكده، ورحت جاي في النهايه ماسك دي نزلت بيها كده وكده اهو، ونزلت بيها داخل كده، خلاص كده. ودي التربه اللي احنا بنقول عليها كالعاده، نحطها في الاول كده. هنزل عليها بالبطمس، مش تربه طبيعيه. طب ليه؟ لان هنزرع فيها برضو شتلة او هنزرع فيها عباد. المهم هنزرع شتلة، لو حبيت ننجنها تطلع معايا تبقى سهله. هات يا عموره كده، هات تربه من ورا زده كده، تربه من اللي هي الثانيه دي. تعالى كده يا زد لحظه، خش كده يا عموره، جرب يا عموره بالمسطره يا عمار، المسطرين ونحطه. هات هات يلا يا عموره، حاول العفو بسرعه. لو زلطه زي دي جابلتكم، بيبقى جايه في الميه مع البحر كده، في نسبه الماء في البحر الترعه يعني، شيلوها، لان هي حاسه زي دي او زلطه. هات يا عم عمور، بتبهدل جذر الشجره، ما دي ما دي تترمي، دي الحسو يترمي، التربه بس اللي تستنى. ماشي، خلي الجرابين الكبيره دي بعيد. هات يا عمور كده، خلص انجزني. شايفين الجوجع ده؟ الجوجع ده اللي بيبقى في الميه، هو ده اللي بقول لكم عليه. نعم نعم، اي حاجه. هات يلا يا عمور، هات الكبير، هات جدا يا عمور. صور كده يا زود، ده انا عامل شكاره هنا بنحط فيها التمر عشان ما تقولش يوسف بيجيب منين. هات يا عمور، الهوضه اللي خليها تحت كده كده، ايه حاجه الهوضه دي؟ شكرا يا باشمهندس زياد، الله ينور عليك. ايوه كده، دماغك شايله معايا. هات يا عم كده، تمام كده عادي، الحمد لله كده طيبه زي ما هو. انا والله كنت اتمنى يا استاذتنا، يا اختي يا كبيره يا محترمه، اللي كان يكون معايا تجاوب كزبره او خضره ربط كنت زرعتها لك عشان تسالتيني، او ملوخيه. عامة لو كنت زرعتها تجاوي كنت هبدرها كده وهنخربشها بايدي كده وهنرويها، وبعد ما نرويها كنت هنحط لها 3 رجول عصي او بوص ولا حيه او مواسير من دي، وهنغطيها مش بناموسيه بس، نغطيها بحاجه تدي لها ضوء خفيف، ناموسيه مثلا ماكيت نت من اللي هو شبك نت بتاع الزراعه، هات يا زياد شبك نت حاجه غامجه يعني، وبحيث ايه احنا في الصيف الشبك والخضره ما بيحبش الشمس، يحب الشمس الضوء الهادي. ماشي،
فاحنا دلوقتي هنزرع لكم فيها ايه؟ شويه الشتا دوم اللي هي التجول ايه؟ شايفين دي؟ تجول فلفل شتا فلفل الاصفر، اللي هيطلع يطلع واللي مش هيطلع مش مشكله خالص، اللي هو الضعيف. حلو كده؟ اه. وهتضربها بايدي كده عشان لما الروا يبقى مديها لك. شويه صغيرين يزد من على الوش كده اهو. طبعا ده بعوز الكمقره. هات يا عمور حبايتين، حبايه بطيخه في النص كده اهي، بس بلاش بقى شهد، طالما عملنا بطيخ يبقى بلاش شهد، عشان لما يطلع زهره النحله لما تيجي تمشي من الزهره لزهره هتلقح النبات، هتلقح من الشهد للبطيخ، هتلاقي الطعم اللي داخل على ده واللون نفسه داخل على بعض. زي انتوا ما بتشوفوا ساعات كده احيانا الليمون حلو، وفي ليمون حلو في الدنيا ملقحينه ومطعمينه مع اشجار فاكهه كده، احنا تمام. اهو شلت معاكم اهو كده على كده. لا هنخليه هنا، وهنجيب انا عشان دول هنغطي دي بس بعد ما اروح. هات لي بقى يا عمور الميه، الميه. طب ماشي كده حلو، الناس هقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الميه دي دايما تكشف المستور، زي ربنا ما كرمنا كده وخلصنا خط برليف بالميه اهي. دي حجار ما شفتهاش من التربه، لكن شفتها من الميه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هات يا عمور، وربنا يبارك لنا في المهندسين والدكاتره بتوعنا واخواتنا. ما هو مهندس مصري الله يبارك له اللي اكتشف موضوع الميه ده سقف خط برليف بتاع الاعداء المجرمين. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، الله ينتقم منهم. اللهم عليك باليهود ومن هوتهم يا رب، اللهم عليك بهم يا رب، اللهم ارني فيهم آية من آياتك، اللهم ارني فيهم آية من آياتك، اللهم ارني فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب، قادر على كل شيء ومنتقم، منتقم لإخواتنا. طيب دلوقتي هنعمل إيه؟ هغسل إيديا كده وهنبتدي نغطي أنا كده عشان التمر، لأن هو بيحب الدفى، بيحب إيه؟ الظل دي أو دي. حلو كده؟ هات لي يا عمورة، خد كده يا عمورة اهي. عايز اقول لك كلمه قبل ما اخلص. احنا اللي يزرع زرعه يا جماعه يتقي الله فيها، يتقي الله فيها في ميتها، ما يروش ميه زياده، لان الميه الزياده هتموتها، ولا نسيبها تحطش لانها روح. وزي الله عز وجل ما قال في القران وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكلمه نتقي الله فيها يعني نخاف ربنا، زي ما علمونا وعرفونا اهل العلم ان التقوى هي العمل بالتنزيل اللي هو القرآن الكريم، نأتمر بأمره وننتهي عن نهيه. العمل بالتنزيل عرفوها للعلم العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد إلى يوم الرحيل. تصور يا زياد؟ صور. يبقى التقوى إيه عرفوها للعلم؟ العمل بالتنزيل وهو القرآن، والخوف من الجليل وهو الله، والاستعداد إلى يوم الرحيل. نستعد بإيه؟ بتقوى نخاف منه، ما نسيبش نفسي نخوض اي فيديو يجينا على اليوتيوب ولا على الفيس من البعدة اللي في الخارج قاعدين الخونة يحرض على البلد نعوم معاهم ونعمل شير. اعمل شير للفيديو اللي فيه خير لجيش بلدك، لرئيسك، لشرطتك، لاخواتك. ما هي المركب لو وقعت وغرقت هنغرق كلنا وما عادش غير مصر. ربنا يحمي اخواتنا في الدول العربية يا رب، يا رب اجعل كلمتهم واحدة، زي ربنا ما قال المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ومش هنطول عليكم اكتر من كده،
وربنا يكرمكم وادي الزراعه، واذا احتجتوا حاجه ابعتوا لي على وانا هرد على طول. والحمد لله اخواتنا يعني كانوا يردوا ويقولوا انا رديت عليهم ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.